رانيا يوسف رغم الهجوم الكبير جدا من الجمهور عليها الأيام اللي فاتت دي بسبب اللبس الأوفر اللي بقت بتلبسه، وموضوع البطانة اتحول لموضوع تاني خالص. ظهرت رانيا يوسف بالهوت شورت المرة دي، وكمان بالمايو البكيني كده من على البحر وهي لابسة عليه هوت شورت، اللي خلى الجمهور كله يعلق عليها وينتقدها. ومن كتر الهجوم والتعليقات السلبية اللي جات لها على الصور ديت، يعني ابتدت تقفل كل التعليقات على الصور. ورغم كل دوت الا ان رانيا يوسف يعني بتزيد سوء من يوم ليوم، يعني كل يوم بتظهر لنا بمظهر اكتر من اللي قبله سوء، وده طبعا معرضها لانتقادات وكلام كتير، اللي خلى الكل يقول انها بتتعمد الكلام ده وبتتعمد اثارة الجدل حولها، وانها بتعمل كده علشان يعني يجيلها شغل اكتر، وانها تاخد لقب الاغراء في مصر. ومن مصر للبنان، وهيفاء وهبي بتشعل مواقع التواصل الاجتماعي. حفلات هيفاء وهبي الأخيرة ورقصها المثير في الحفلات يعني خلى مواقع التواصل الاجتماعي ما وراهاش حاجة غير هيفاء وهبي. ورغم كده ان مفيش فرق بين رانيا يوسف وهيفاء وهبي، الا ان الجمهور شايف غير كده، وكل التعليقات السلبية اللي بتيجي لرانيا يوسف عكسها خالص عند هيفاء وهبي. يعني بيتغزلوا في هيفاء وهبي وبيدلعوها كده ومصرين يعني على الغزل فيها طول الوقت. ورغم كل اللي بتعمله هيفاء وهبي الا ان الجمهور بيحبها جدا. واخر جلسة تصوير ليها الجمهور يعني اتغزل فيها بدرجة كبيرة، اللي قال لها اناناسية بتتصور مع اناناسية، واللي قال لها مانجا، واللي قال لها جميلة في كل تفاصيلك. والجمهور يعني اللي خلى رانيا يوسف تقفل كل التعليقات على صورها، خلى هيفاء وهبي تحب كل الصور بتاعتها. ده كان خبرنا النهاردة، واللي أول مرة يشوفني ما ينسانيش في لايك جميل زيه ويشترك في القناة لو أول مرة يشوف قناتي. تحياتي ليكوا وخبر جديد.